سلام حبابي وحباباتي، كي دايرين؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الغديوه اللي غنوجدوها بالزربه وسهله وفي متناول الجميع. غنوجدوا ان شاء الله بحول الله اليوم الغدا ديالنا بداكشي اللي عندنا في الثلاجه بلا ما نخرجوا نتقداو بلا حتى شي حاجه. كما شفتوا هنايا عندي الفلفله، عندي الخيار، عندي البطيطه، عندي طوماط سوغيز، خديت القزبور والثومه والعطريه ديال الحوت، شرموله ديال الحوت، زائد غنزيد عليها انا اضافه ديالي الثومه بودره وهذاك وشويه ديال الزعتر. كما شفتوا هنايا عندنا الرز، انا درتو كيتسلق، درت غير مليحه ودرت شويه ديال الرز كيتسلق، غنديرو به واحد شليضه كيجي زوين. هنا عندي السردين، غادي ناخذ السردين غادي نوجدوا ليه شرموله فيها الثومه، القزبور معدنوس، قزبر حبوب سودانيه، ثومه بودره، وزائد شويه ديال الزعتر ولا داك الاعشاب المنسمه ومليحه، وغنزيد لها شويه زيت العود ومعلقه ديال الخل. الخل كيجي زوين في الشرموله ديال الحوت، كندير الخل الابيض حيت كيكون شويه خفيف. صافي غادي ناخذ السردين غنخلطوه بشرموله مزيان باش كلشي الشرموله تقيس السردين، وغادي نفرشوه، وعاد غنديروا شويه ديال الشرموله في قلب ديال الحوت ديالنا، وغنديروا وحده فوق وحده. غادي ندير وحده فوق وحده كما شفتوا، وغادي ندير شابلور وغادي نديه ونجيبو فيه ونحطوه في الطاوه اللي غندخلها الفران، ما غادي نقليه لا في زيت لا والو. هاد السردين يمكن حتى الناس ديال الرجيم ياخذوه لان ناشف ما فيهش النقطه ديال الزيت، من غير داك شويه الزيت العود اللي درنا في الشرموله هذاك راه ما يدير حتى شي حاجه. كما شفتوا هنايا صافي خديت الحوت كامل استفتو في الطاوه وغادي ندخلو الفران يتحمر. عندي هنايا الفلافل جميع الالوان، شويه نص وواحد، خديت وحده وقطعتهم طريفات صغار، غادي ندير بهم هذاك الروز اللي كيتسلق، قطعتهم طريفات صغار مربعات كما كتشوفوا، وغناخذ مقيله غندير فيها شويه زيت العود. شفتوا راه غير تقريبا 2 معلقات ما كاملينش ديال الزيت العود، كندير داكشي العطريه خفيفه وداكشي خفيف، داكشي الماكله ديال الدار صحيه 100% ما تضركم ما والو. درت فيها واحد الراس د المعلقه ديال الثومه وحطيت فيها داك الفلافل كتشحر كما شفتوا، نقص عليها البوطه ونخليها كتشحر مزيان. زدت عليها واحد شويه ديال البزار وغندير عليها شويه القزبر ومعدنوس مقطعين صافي، ونحركها مزيان حتى ديك الفليفلات تشحر ليا. راه زدت عليها مليحه، واصلا الرز راني سالقاه بالملحه، نشحرها حتى نحس بها صافي طابت ليا الفليفله مزيان، خدات وقتها في طيب. هذه عندي هنايا البطاطا درتها كتسلق، قطعتها بحال الفريت ولكن هي شويه غليظه ودرتها كتسلق بمليحه. وغادي ندير الروز اللي سلقت غنديرو مع هاد الفلفله. كما شفتوا هنايا البطاطا ملي تسلقات ليا راه انا فوت فيها شويه الطياب، نورمالمون خصنا نخليوها شاده شويه راسها باش ملي نجيو نديرو هاد العمليه ما تهرسش لينا. صافي كناخذوا الشرموله كندهنوها فيها، بغيتو ديروا الشيته تستفوها في الطاوه وديروا لها الشيته وعاد دهنوها بشرموله اوكي، ما بغيتوش المهم نتوما ديروا الطريقه اللي سهلاتكم. انا نوريكم واحد الطريقه سهله، خذي البطاطا ودهنيها بيدك بحال هكا بالشابلوغ بالشرموله ديال الحوت وديريها في الشابلوغ بحال هكا. سهله، طريقه سهله وبسيطه، نتمنى الشرح ديالي يكون واضح. الا بغيتي ديري الشيته وتستفيها ودهني مزيان، ما بغيتيش ديري الطريقه اللي درت انايا، عشوائيه وسهله وبسيطه في متناول الجميع. صافي غادي نسالي هاد البطاطا هكا نبقى كامله حتى نكملها. انا حيت طابت ليا البطاطا بزاف داكشي بقيت متقله شويه بيديا باش ما تهرش ليا، نورمالمون خصها طيب غير شويه نص طيبه. صافي نبقى هكا حتى نكملها وغنستفها في الطاوه وغندخلها الفران تحمر حتى هي تجي زوينه. وبالنسبه للناس اللي عزيز عليهم لي فخيت وما يقدروش ياكلوها مقليه في الزيت، الطريقه راه زوينه.
صافي هنايا الفليفله راه تشحرات ليا مزيان، قصت على البوطه وخليتها غطيتها وخليتها تدبلات مزيان. غنزيد على داك الروز اللي سلقت بمليحه، وغادي نخلط معاه هذيك الفليفله. راه ما نقولش لكم البنات راه تيجي بنين بزاف ولذيذ وسريع بزاف. انا عطيتكم هنايا طريقه ديال باش توجدي الغدا وبالزربه. نوجد الشرموله ديالي، ندير كاسرونه فيها الروز كيتسلق، بطاطا كتسلق، فليفله كتشوى حدايا، يدي كتخدم هنا وهنا. واخا هذه خصها شويه ديال السرعه، ولكن راه كتسهلي على راسك الخدمه. كتوقفي دقه واحده في الكوزينه، ما كتبقايش نهار كامل. صافي غادي نخلطو مزيان حتى تدخل فيه ديك الفليفله. كما شفتوا ديك الفليفلات بالالوان خضر وحمر وهذا راه كتجي زوينه وعاطيه اللوين زوين مع البيض، الروز بيض، وما درنا ليه لا خرقوم لا والو، خلينا روز طبيعي. صافي راه كيجي لذيذ بزاف البنات. صافي غير جربوا هذا الروز راه كيجي زوين، تقدروا ترافقوا به اي حاجه، حوت، دجاج، اللي بغيتو. صافي كما شفتوا هنايا راه انايا صافي ساليت، غادي نطفي عليه. وعندي هنايا مقيله درت فيها شويه زيت العود والتويمه. هاد الدور ديال الثومه البنات راه كتجي زوينه ملي كتخليوها حتى كتبدا تحمر. عاد كنلوحو على سوا مطيشه، بطاطا، اي حاجه راه زوينه. المهم الثاني نفس المقله غنديروا الفلافل اللي شويت من بعد ما نقيتهم وغسلتهم، ونفس الشيء شرموله الحوت. هذيك شرموله الحوت اللي خدمت بها الحوت راني خدمت بها في الفلفله وفي مطيشه وفي كل شيء. صافي هنايا غنبدا ندوزو التقديم. خديت المول ديال الكيك داك الصغيور وحطيته هكا، ودرت هذاك السردين اللي طاب ليا مزيان في الفران والفريت ها نتوما كما كتشوفوا، وزينت بواحد شويه د الحامض. المهم التقديم ديروا اللي بغيتو، الطريقه اللي سهله عليكم. هاد المطيشه سوغيز هكا كتجي بنينه وزوينه، رافقتها مع ديك الفليفله اللي شوينه كما كتشوفوا. طريقه سهله في متناول الجميع. حنا درنا غديوه بسيطه وسهله. انا هادشي كامل تقريبا خسرت فيه شي 70 درهم. ها هو عندي الغدا موجود، غدا ديال الدرويش. البنات دائما تيتشكاو ليا كيقولوا لي كديري لنا اطباق كبيره وغاليه وهذه، ولكن راه ضروري خصنا نديروه هكا وهكا. مره نديرو الغالي ومره نديرو الرخيص، كل نهار ورزقو. ضروري نديرو اطباق ديال الضيافه. البنات اللي كيبغيو الاطباق ديال الضيافه ضروري نديرو لهم خاطرهم. المهم حبيباتي، انا راه كنتمنى نكون دائما عند حسن ظنكم، وشكرا على التعليقات الزوينه اللي كتخليو ليا. الى فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. باي باي.